اتأسست غزة في القرن ال15 على ايد الكنعانيين، احتلها كتير من الغزاة من الفراعنة والاغريق والرومان والبيزنطيين والانجليز. في عام 635 ميلاديا دخل المسلمين عرب المدينة وبقت اهم مركز اسلامي في تاريخ المسلمين، غير ان هم كانوا بيسموها في الوقت ده غزة هاشم، وده كان عشان فيها قبر هاشم بن عبد مناف جد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها الامام الشافعي وده احد ائمة المذاهب الاربعة، ومن اشهر علماء غزة شمس الدين الغزي وده عالم ومؤرخ، وكان من اكبر الفقهاء الشافعيين وقضاة الدولة العثمانية في الوقت ده، اللي هي بالمناسبة كانت اخر خلافة للمسلمين. وعالم تاني اسمه الشيخ شمس الدين محمد بن خلف، وده برضه كان من كبار العلماء الشافعيه. عايزين نتكلم شويه عن غزه، وغزه في ظل الحروب اللي كانت دايما بتعيشها. من اللي قراته عن غزه، غزه جميله جدا لكل اللي عاش فيها او زارها او سمع عنها، بعيدا عن الحرب ومشاهد الدمار والدم والحرب المستمره، بس غزه عندها كتير قوي عشان تتكلم عن نفسها وعن جمالها وعن اصاله شعبها. تعالوا معانا هنعمل زياره استثنائيه لمدينه غزه. مستعدين؟ بتبدا رحلتنا من معبر رفح اللي في جنوب قطاع غزه، وده المنفذ الوحيد اللي تقدر تدخل وتخرج منه، على عكس معبر بيت حانون اللي تحت حكم الاحتلال. مجرد ما توصل معبر رفح في الحدود على مصر وتعدي المعبر، هتدخل في شارع صلاح الدين، وده الشارع الوحيد اللي بيربط بين الجنوب وبين الشمال، ويعتبر الشارع الرئيسي الواصل بين الخمس محافظات في غزه، وخان يونس ودير البلح وعند مفترق الشهداء. وقبل دخولنا غزه هتلاقي يافطه كبيره مكتوب عليها غزه ترحب بكم، وعند مفترق الشهداء هتلاقي قدامك طريقين، يا اما تكمل في شارع صلاح الدين او تكمل غرب غزه من شارع الرشيد. الفرق بين الطريقين يا غالي انك لو دخلت من شارع صلاح الدين هتشوف مباني كتيره جدا ومحلات تجاريه في كل مكان، اكنك في وسط البلد عندنا هنا في مصر، غير ما هتشوف اهل غزه المعروف عنهم الكرم والجدعنه، وهتلاقيهم ذات نفسهم بيكرموك، غير ما هتعدي على احياء كتيره مشهوره هناك في غزه زي حي الزيتون والدرج والتفاح والصبره والشجاعيه. اما لو غيرت رايك وعايز تمشي من شارع رشيد، هتلاقي البحر على شمالك واستراحات كافيهات على يمينك زي عندنا في اسكندريه، والمنطقه دي معظم اهالي غزه بيروحوا هناك عشان يرفعوا عن نفسهم، غير ان غزه فيها 5 معالم اثريه، منها قصر الباشا اللي بيرجع بناؤه للعصر المملوكي في عهد السلطان الظاهر بيبرس، ومنطقه غزه القديمه اللي بتضم كنائس اثريه واحياء فيها حوالي 280 بيت اثري بيرجع عمرهم لالاف السنين، والمسجد العمري اللي اتاسس من 1400 سنه وده من اقدم المساجد واكبرها في غزه، وسوق القيصريه اللي اسمه حاليا سوق الذهب، ومقبره الانجليز اللي بتضم جثث من الجيش البريطاني اللي اتقتلوا في الحرب العالميه الاولى، وكان وقتها في معارك في غزه. وغير ان غزه فيها ميناء بحري بحكم انها جنب البحر، وده يعتبر من اهم المعالم في غزه، ومشهوره جدا بحرفه الصيد، وهي حرفه 4000 صياد وبيعيلوا حوالي 40000 فرد من اسرهم، وعندهم 1300 مركبه خاصه للصيد. ولو فكرت انك عايز تجرب اكل غزه في وقت الفطار مثلا، هتلاقي فول وطعميه، فول وطعميه زي عندنا هنا بالظبط، وزود عليهم اكله اسمها اكيله وزهران والخزنده، ودي من اشهر الاكلات في غزه. واكل عندهم الشاورما والمشاوي والفته والمقلوبه واكلات كتيره جدا، منها زي صياديه السمك وزبديه الجمبري والسمك المشوي. ايه ده، انا جوعت ولا ايه؟ وبعد ما تقول كفايه هيقول لك لا ما كملتش باقي الحلو. من اشهر الحلويات في غزه الكنافه النابلسيه والجلاش، كل اللي قلته ده كان موجود قبل الحرب، وكان فيه برضه وقتها قمع وحروب واعتقالات واغتيالات. حاولت بس الخص جزء بسيط جدا واوريك الجانب الحلو في غزه، وسفرتك ولفينا وشفنا غزه واكلنا وحلينا وعرفتك على غزه الاصيله بناسها. في يوم 7 اكتوبر من بعد بدايه معركه طوفان الاقصى، واللي كانت ضربه قويه جدا للاحتلال بانظمته المتطوره، فاق العالم على خبر واقعه ما حصلتش قبل كده في تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي. في الساعات الاولى من يوم 7 اكتوبر اقتحمت قوات المقاومه مستوطنات على حدود غزه، واللي بيفصل بينهم وبين الاسرائيليين جدار عازل، وقدروا ان هم ينجحوا ويدخلوا، وده بسبب ان هم قصفوا الاف الصواريخ وعطلوا منظومه المراقبه الاسرائيليه، وقدرت المقاومه تاخد اكثر من 200 اسير. بدا بعدها معركه الراي العام واللي روجت ليه اسرائيل قدام العالم ان حماس ارهابيه، قتلت اطفال اثناء هجومهم على المستوطنات وان هم قطعوا رؤوسهم، والروايه دي دعمها الرئيس جو بايدن من اول ما انتشر الخبر واعلن ان هو هيدعم الاحتلال. بس المقاومه عملت فيديو للاسرى الاسرائيليين ووروهم ازاي كانوا بيتعاملوا مع الاسرى الاسرائيليين، وده بشهاده الاسرى نفسهم. وقبل ما جيش الاحتلال يكسف غزه قطع عنها البنزين والميه والاكل، وبدا بما يسمى الاباده الجماعيه، وكانوا يوميا بيكسفوا ارجاء غزه لحد ما في يوم 17 اكتوبر قصفوا مستشفى المعمداني، لان كان فيه الاف النازحين اللي راحوا المستشفى عشان يحموا نفسهم فيها، واللي ما كانوش متوقعينه ان تم القصف على المستشفى واستشهاد اكتر من 500 شهيد، وده كان من اكتر الاحداث المؤلمه اللي هزت الراي العام. ووقتها طلعت دول كتيره جدا وادانت الهجوم الارهابي اللي عمله الاحتلال، وفي الاخر ولا اكن فيه اي حاجه حصل. وبعد 24 يوم من بعد ما بدا القصف على غزه، اللي ما فيش ولا يوم فيهم وقفوا فيه القصف، وفي يوم 31 اكتوبر بدا جيش الاحتلال بعمليه بريه لاجتياح مدينه غزه وشمال القطاع، وده كان بحجه القضاء على حماس وتحرير الرهائن. وبدا اهل غزه ان هم يهاجروا الجنوب وادي غزه، اكتر من 1,700,000 مواطن اضطروا ان هم يمشوا من شمال القطاع ومن مدينه غزه نفسها، وده بعد ما الاحتلال اجبرهم ان هم يمشوا ويسيبوا بيوتهم، وكانوا ماشيين فيما يسمى الممر الامن، واللي بعض اهل غزه اتقتلوا فيه، غير الهجوم اللي حصل على مستشفى الشفاء اللي اتكلمنا عنه الحلقه اللي فاتت، وفرض على المستشفى حصار وتدمير بعض الطوابق فيها، واستهدفوا كذا مستشفى زي المعمداني طبعا والقدس والاندونيسي. وفي نفس الوقت انتفضت الدول الاوروبيه وفي امريكا بسبب جرائم الاحتلال اللي عملها الاحتلال في الاطفال والنساء، وطلع مظاهرات من شعوب الدول الاوروبيه ومؤثرين اجانب متضامنين جدا مع شعب غزه، وده كان ملخص بسيط جدا لحرب ال6 اسابيع اللي تمت في غزه.
واللي استشهد فيها لحد دلوقتي اكتر من 14,000 شهيد، 70% منهم اطفال ونساء. اما بالنسبه للمقاومه، في صحيفه عبريه اتكلمت عنهم في اثناء الحرب، قالوا ان طريقتهم في القتال عباره عن 10 افراد بيبعتوا طياره استطلاع مع بدايه الفجر عشان يحددوا اماكن الدبابات والحشود العسكريه بالنسبه للاحتلال، وبعد كده بيتوزعوا على فرق، كل فرقه من فردين، وبيلبسوا ملابس مدنيه خفيفه، وواحد منهم بيبقى حاطط كاميرا على راسه، وطول النهار بيقاتلوا في العدو وبيستخبوا في الانفاق والبيوت المتدمره واماكن ضيقه هم عارفينها باسلحه شبه خفيفه، وبعدها بيختفوا مجرد ما الدنيا متضلم. وبيكملوا بقى كلامهم ان هل الجيش الاسرائيلي هيفضل مستحمل الاستنزاف ده لحد امتى، وان الجيش بمعداته والوسائل بتاعته مش قادرين على 10 او 20 فرد في اليوم من قوات المقاومه ان هم يواجهوهم. كنت سمعت مقوله جميله جدا للشاعر محمود درويش، شاعر فلسطيني: لا هو موت ولا هو انتحار، ولكن اسلوب غزه في ان هي تعلن جدارتها في الحياه. من هنا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو، ولو احنا على اليوتيوب نشترك على القناه، واستناني الحلقه الجايه. كان معاكم محمد يونس، سلام عليكم.